بسم الله الرحمن الرحيم. هنبتدي نعمل سلسلة التوفير اللي انا كنت قلت لكم عليها قبل كده. فهنضرب عصفورين بحجر واحد، هي بتوفر وفي نفس الوقت لو عايزة تخزني تخزني. هنعمل ايه؟ هنعمل مربى. دي مربى فراولة. اللي بحب مربى الفراولة يكتب لي في التعليقات، واللي بحب مربى الفراولة بالقشطة يكتب لي برضو في التعليقات. هنعملها سهلة وبسيطة وبتركات سهلة خالص خالص، كل حاجة موجودة في البيت، مش هنشتري حاجة. انت بس اشتري الفراولة تجيبيها تنضفيها على طول، ما تغسلهاش قبل ما تنضفيها. لو غسلتيها بتطلع اللون الاحمر اللي فيها ده لو حطيت عليها ميه، فانت تنضفيها كده من غير ما تغسليها، وبعدين بعد ما تنضفيها تغسليها بالشكل ده. انا كده بنضفها من غير ما غسلتها، ما حطيتش عليها ميه خالص. لما تحط عليها ميه اللون الاحمر بتاعها بيطلع. شوفوا حمرها جميل ازاي. لو حطيت عليها ميه وسبتها شويه اللون الاحمر ده بيطلع في الميه، فتغسليها على السريع. وحطيتها في حله وحطيت عليها سكر. هقول لكم برضو كميه السكر قد ايه اللي انت بتحطها عليها. كيلو الفراوله تحط عليه نص كوبايه، نص كيس سكر، نص كيلو سكر. كيلو الفراوله بياخد نص كيلو سكر. ولو انت مش بتحب الحاجه مسكره قوي حشي شويه من النص كيلو. انا مش بحب الحاجه مسكره قوي فحشت شويه برضو من نص كيلو. ده كان كيلو، كنت جايبه 2 كيلو فراوله فصفوا على كيلو ونص. الاولاد يعني حبوا ياكلوا، فبقى كيلو ونص فراولة. فعملت يعني زيادة عن نص كيلو سكر. ده كيلو ونص فراولة حطيت عليه نص كيلو سكر، وحطيت عليه وعصرت ليمونة، وحطيت عليه بنجرية صغيرة عشان اللون. ما تشتريش ألوان صناعية ولا تشتري أي حاجة مضرة، كل حاجة موجودة. اللي بحب سندوتش القشطة بالمربى ده يكتب لي في التعليقات. لايك وشير، ما تنسيش بقى، ما تنسيش اللايكات والاشتراك. هتشوف حاجات كتير هتعجبك.